عافية بيك نيابتك أم البنين يوم طبت بيت أمير المؤمنين تقول خدامة جيت المحسنين يا علي وخدامة جيت لحضرتك يا عروس تقول جيتك خادمة ولا تصيح أرجوك باسمي فاطمة ليش خاف قلب حسين أزمة للجنة يا علي وأرجوك تخفي صيحتك أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يوم جيتكم للبيت خدامة أولادي إن شاء الله يرفعون إلهامه ولو جرحي ولا دموعي صوابه لكن فداء لك يا أبا عبد الله فداء لك يا حسين مقام العبودية اللي وصلت لها أم البنين لكن كلها بصوب إخواني وشيء مصيبة عظيمة يقولون لما اجت زينب سلام الله عليها راحت أم البنين تواسيها أم البنين عشرة ويا زينب عشرة لكن تدري لما دخلت أم البنين تدور يمين شمال تريد تعرف زينب ما قدرت تعرفها طبت أم عباس يا زينب ترى وتنشد النسوان يا هي المرأة يعني زينب الكثر متغيرة قالوا لها هذه زينب قالت لها أنا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلمني ترى نزلن على عيوني وعملني يما ياي قالت اعذريني يا يما ما عرفتيك سوت بيك يا زينب سفرتك شلوني على اخوتيك كانت وقفتيك هذه ام البنين ما عرفت زينب اكو موقف اخر اذكره لك واسالك الدعاء اخوها هذا ابن ابوها محمد بن الحنفي يقول لما وصلت زينب قالت له ما ادخل المدينه لقد خزينا من كثره النظر الينا كل مكان اللي نروح الناس تجتمع تنظر لنا هاي مدينه جدنا رسول الله اريد اذا دخلنا الناس تتلقانا موكب عزاء بكاء لطم زينب اجت مسريه يقول نعم اجتمعت الناس اجوا بعزاء معهم